يختتم يوم السبت القادم برنامج شاعر الراية، حيث يتنافس 6 شعراء على اللقب. وكانت الحلقة الماضية قد شهدت منافسة قوية بين الشعراء الذين قدموا قصائد مميزة. إذا مشاهدينا، للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا في الاستديو الشاعر ثاني الدهمشي. طبعا هو شاعر غير مشارك في شعر الراية عشان ما أهلا وسهلا فيك، حياك الله. صباح الخير. لأنه حديثنا بيكون على شعر الراية. حياكم الله وصبحكم الله بالنور أنتم والأخوة المتابعين والمشاهدين. إذا فيه سؤال معين حول البرنامج. نعم، أنا بسألك عن يعني تفاعل الساحة الشعرية مع شاعر الراية. كيف شفتوا هذا الحدث؟ كيف شفتوا قيمته؟ كيف شفتوا أهميته، أهدافه وإضافته للشعر والشعراء؟ أولا بجي للنقطة الأخيرة، هو أكيد بيكون إضافة للشعر والشعراء، لأنه انطلق من أرض الشعر وأرض الشعراء. احنا كبلد المملكة العربية السعودية ولله الحمد، هذا الكلام يعني ليس مزايدة على أحد، ولكن هذا واقع وأرقام. بالكم والكيف المملكة العربية السعودية فيها كتلة من الشعراء. طبعا هي أصلا كإرث هي أرض الشعر وأرض الأدب وأرض الشعراء، وما هو الأفئدة. فعلى كل الأصعدة ولله الحمد الأدب في هذه الأرض مبارك وفي كم ولله الحمد. موضوع الشعراء كإضافة، أنا بحكم يعني سابقة، خلينا نقول سابقة أعمال أدبية. نعم. شاركت في مسابقات، فأعرف الجو العام فيما يخص المسابقات، وأعرف أنه هذا الموضوع بوابة عظيمة لأي شاعر يحاول الوصول للجمهور من خلالها. في كثير من الشعراء مروا عبر السنوات اللي طافت بمراحل شعرية، ولكن لم يعني يشاء الله سبحانه وتعالى أنه أو لم تخدمهم الظروف لإيصال إبداعهم، فكانت مثل هذه البرامج الجميلة سبب في وصولهم للجمهور. طيب أخوي الثاني، يعني كيف تشوف مستوى برامج الشعر يعني، وأيضا مدى خدمته يعني للساحة الشعرية؟ طبعا إذا من مشاركات مثل شاعر المليون وفرسان القصيد وأيضا شاعر الراية. طبعا هي برامج عظيمة. أنا كشاعر شاركت في البرامج هذه، فرسان القصيد مثلا هنا في السعودية وشاعر المليون في الإمارات. هي برامج عظيمة جدا، أوصلتنا فعلا للجمهور، خدمت الشاعر بشكل كبير، وخدمت الشاعر وخدمت الشعر وخدمت ذائقة المتلقي. صحيح. المتلقي أحيانا يتعطش للشعر الجميل، فبالتالي هؤلاء النخبة اللي تم اختيارهم وفق لجنة جو وطلوا وخلاص هم اوريدي جاهزين، فخلاص الأذن النظيفة محتاجة تسمع شيء حلو، هم كلهم مبدعين. طيب البرامج الشعرية هذه نقدر نقول إنها طلعت الشعراء أو خلصت الشعراء من الشللية اللي كانت متبعة في الساحة الشعرية، لا سيما بين قوسين المجالات الشعرية؟ هو هذه النظرية موجودة سابقا فعلا، أنه كان فيه نسبة شللية. هو فعلا المسابقات وفق المعايير اللي موضوعة لها يتم اختيار الشعراء بناء على جودة القصيدة، إطلالته على المسرح، تمكنه من الردود وما إلى ذلك من العناصر اللي تقيمها اللجنة، وبالتالي تأهل الشاعر. لا فعلا البرامج يعني طلعت بهيكلة جميلة وجديدة يعني. ودليل على ذلك يعني أخوي ثاني، يعني في بعض الشعراء في مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، شوف ما شاء الله قصائدهم، ونشوف يعني ما نشوفهم مشاركوا في برامج الشعر. هل يعني توصي أن يشاركوا في مثل برامج الشعر؟ نعم أوصي، وأوصي من الآن الشباب اللي يعني أتكلم بالذات عن فئة الشباب اللي يرى أنه عنده إبداع، من الآن يحفز نفسه للمشاركة في الموسم الثاني في برنامج راية الشعر. راية الشعر الأمانة يعني مفخرة لكل سعودي يعني على الصعيد الأدبي. أنا كشاعر بالرغم أني ما شاركت، يعلم الله أني ما شاركت، لكن أعرف أنه هذا البرنامج إضافة، وأصدقكم القول أمام المشاهدين تمنيت أني أكون مشارك صراحة. إن شاء الله في النسخة القادمة فعلا. لا إن شاء الله بإذن الله. طيب إحنا طمعانين في وجودك معنا اليوم، تسمعنا شيء كذا على الصباح. أبشروا. يقول في مدرسة دنياي علمني الوقت، ودرس الحياة اللي كتبني قريته. الطيب درب اليوم مشيته، توفقت ويعثرك درب الردى لا مشيته. الله. بيت كتبته مختصر فيه وثقت، معنى الشهامة مثل سهم ورميته. رجل اليوم جيت عنده تضايقت، ورجل اليوم انك تضايقت جيت. سلامتك. صح لسانك. صح تبدان. طيب في يعني أكيد باقي آخر 6، أكيد أنت متابع برامج نعم أكيد الشعر. يعني السؤال يمكن ما يقول، يعني ما أقول لك يعني تتوقع يعني وش الأقرب اللي تشوفه الفوز بشعر الراية؟
خلينا نشوف توقعاتي الان مقبلين على كاس العالم، نبي الان اوكي تمام. هو المنافسه شرسه، هذا لازم نعترف بهذا الموضوع، لانه اللي وصلوا نخبه النخبه صراحه، وله قصور باللي ما تاهلوا، لكن هي معايير معينه. المنافسه جدا شرسه، احب كم واحد من الموجودين السته اصدقاء يعني، لكن للامانه إن يعني اذا بنحي عاطفتي على جنب وبجرد نفسي وبشوف الاسماء امامي، في اسم اشوفه من الكويت اللي هو مزيد الوسمي، شاعر طراز فاخر جدا 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 يعني، مع انه تجمعني صداقه باغلب الشعراء، لكن مزيد اشعر انه حاله استثنائيه، واتمنى للجميع التوفيق. بس اذا سالتني عن خلينا نقول ذائقتي الشعريه، مزيد يستحوذ على كثير من اتمنى لهم التوفيق اكيد. امين يا رب. انت ذكرت انه في منافسه شديده بينهم، هل هذه المنافسه قد تخلق عداوه او نوع من المشاحنات بين المشاركين، خاصه انك شاركت في شاعر المليون ابدا، او تقربهم لاكثر ابدا، بل انها تزيدهم الفه، لانه نعم يعني بعطيكم حاجه حدثت بيننا احنا كشعراء ايام شاعر المليون، نزعل اذا واحد نزل تصويت مع ان المنطق يقول انه لازم واحد ينزل، فهذا الواقع يعني. احنا بالعكس انا اشوف ان الشعر باب ادبي جميل يزرع الصداقه بين الشعراء. ونتمنى لك التوفيق دوما ودائما الشاعر ثاني الدهمشي. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا ونتشرف فيك. شكرا لكم. نشوفك ان شاء الله في النسخه القادمه من شاعر الرايه باذن الله. إن شاء الله. بس تصوتوا لي اكيد إن شاء الله. بلا طيب. شك، هذا صوتين ضامنهم خلاص. على خير ان شاء الله. يعطيك العافيه، شكرا لك.